السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير على خير. اليوم فيديو جديد وصفه جديده. اليوم غادي نحضر معكم جوج انواع ديال الحرشه، جوج في واحد، يعني بخلطه واحده غادي نحضر معكم جوج هاد انواع ديال الحرشه. عندنا النوع العادي، يعني الحرشه العاديه، والحرشه الثانيه اللي غادي نضيفوا فيها الكاشير، وغادي نضيفوا فيها ايضا الزيتون الكحل اللي كتجي بنينه بزاف وبطريقه صحيه. كنتمنى الى عجبكم الفيديو تخليو لي لايك تشجيع فقط، وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس باش هكا يوصلكم اي فيديو حطيته. نبقاو مع الوصفة وطريقة التحضير. عندي هنايا اول حاجة جوج زلايف ديال السميدة الرقيقة ديال الحرشة. هاد المكون كيخلي لنا الحرشه صحيه وفي نفس الوقت كتجي بنينه بزاف. غادي نضيف عليهم كذلك واحد المعلقه ديال الملحه على حسب الذوق، وغادي نضيف معلقه ديال السكر سنيده، و نص معلقه يعني واحد شويه ديال الخميره ديال الخبز كتخليها رطبه، ونص ساشي اولا كيس ديال الخميره الحلويات. وغادي نضيف ايضا واحد كاس ديال الزيت نباتي، ممكن تضيفوا زيت مخلطه نباتيه مع زيت الزيتون. عندي كاس قله ربع، وممكن تضيفوا ايضا الزبده، معلقه كبيره ديال الزبده. انا فقط اكتفيت بالزيت. وغادي نبداو نبسبسو مزيان هاد السميده، خصنا نبسبسوها مزيان ونخليو المكونات كلها تنسجم مع بعضياتها. عاد نبدا نضيف الماء. هنا الماء غادي ناخدو مباشره من الروبيني، يعني ما نحتاجش انه يكون سخون. غادي نبدا هكا نجمع غير بالاصابع ديالي هاد السميده، يعني ما نعجنش باش هكذا ما تجيناش الحرشه مدقسه. هنا من بعد ما ضفت عليها الماء وجمعتها هكا غير بالاصابع، كنخليها شويه خفيفه، ما خصناش يعني نخليوها ثقيله، تبقى خفيفه لان السميده غادي تشرب لينا من بعد. هنا من بعد ما خليناها هكا شويه خفيفه، غنخليوها واحد المده ديال 5 دقائق دغيا كتشرب لنا. من بعد غادي نقسم هذا الخليط على جوج. غادي نقسمو على جوج. النصف الاول غادي نخليه هكاك عادي، يعني غادي تجينا الحرشه عاديه. والنصف الثاني غادي نضيف عليه شويه ديال الكاشير على حسب الرغبه. وغادي نضيف عليه الزيتون الكحل، ممكن تضيفوا الزيتون الخضر العادي. انا ضفت الزيتون هنايا، عندي زيتون مقطع الكحل هو اللي ضفتو في هذا الخليط. غادي كما كان يعني كما راه موضح في الفيديو كيفاش كنجمع العجين باش الخبزه ديال الحرشه كتجينا مقاده وما كتجيش هكا فيها يعني هكا الطابع ما هواش او لا الخطوط من الفوق، كتجينا مقاده بهذه الطريقه. غادي نستمر في هاد يعني في ان نقاد هاد الخبزه ديال الحرشه. من بعد غادي نشد طاجين ديال اولا المقله ديال الحرشه، غادي نضيف عليها واحد المعلقه صغيره ديال الزبده، غادي ندهنها مزيان بالزبده، وغادي نضيف عليها السميده من الفوق.
ضروري نديرو هاد القضية، لأن باش ما تلصقش لينا الحرشة في المقلة. غادي كما كتشوفوا غادي ندهن أول حاجة الزبدة، من بعد غادي نرش عليها مزيان السميدة، وغادي نوضع هاد الخليط في المقلة ونقادو، يعني نحاول نقادو كما راه موضح في الفيديو. غادي نقادو مزيان في هاد المقلة، وغادي نرشها من الفوق بالسميدة كذلك. غادي نرشها من الفوق ونوضعها فوق البوطة اللي تكون على نار مهيلة، ما تكونش مجهدة، باش هكا ما تنفخش لينا الحرشة من التحت وما طيبش لينا مزيان. يعني خص تكون العافية متوسطة، وفي نفس الوقت ما تكونش العافية اللي هي منقصة بزاف، لأن الحرشة غادي تقصاح وما غاديش تجينا مزيانة. فالعافية نخليوها متوسطة من الأحسن. صافي غادي نخليوها نسينو عليها حتى طيب، نبقاو هكا كندوروها باش طيب لنا من جميع الجوانب، وغادي نقلبوها من الجهة الأخرى باش طيب لنا كذلك من الفوق، وكتكون واجدة معنا. غادي ندير نفس الطريقة بالنسبة للخليط الثاني اللي هو بالكاشير والزيت والكحل. غادي نستمر بنفس الطريقة، يعني نفس الطريقة ديال الحرشة الأولى، وغادي يكونوا واجدين معنا. غادي نخليكم حتى نتلاقاو في النتيجة النهائية.
كتكون هذه هي النتيجة ديال الحريشات اللي وجدت معاكم. كنتمنى تعجبكم الوصفة، كيجيو رطبين بزاف وفشاش واللي بالخلطة الثانية يعني بالزيتون والكاشير كتجي بنينة بزاف. واكيد انهم صحيين. المكون ديال هاد النخاله اللي كنضيفوها في هاد مع السميده كتخليها بنينه بزاف وفي نفس الوقت صحيه. كنتمنى تجربوا الوصفه، متاكده غادي تعجبكم بزاف. الى عجبكم الفيديو كما قلت لكم في البدايه تخليوا لي لايك للتشجيع، وتشتركوا في القناة مع تفعيل زر الجرس باش هكا يوصلكم كل جديد. نخليكم في فيديو جاي إن شاء الله. بسلامة.